في حتة تانية، ريحة تحفة، طعم أحلى. جربي ومش هتندمي، هيعجبك قوي. المهم بعد ما سخنا الزيت على السمنة نزلنا بالبصل. ليه طب نزلنا بالبصل الأول؟ لو الفراخ متقطعة قطع صغيرة هننزل بالفراخ الأول، لكن لو المفرومة زي ما انتم شايفين كده يبقى هننزل بالبصل الأول. ندي البصل تقلبتين كده يا دوبك ندبله شوية، يعني ما نديهوش لون، يا دوب يتدبل بس. وبعد كده هننزل ايه بالفراخ زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نقلب فيها تقليبة حلوة كده جامدة. وبعد كده هننزل ايه بالبهارات بتاعتنا، طبعا البهارات اللي عندك. تمام. بصوا بقى انا حطيت ايه، حطيت بابريكا، وحطيت شوية كزبرة، فلفل اسود، 7 بهارات، كل ده حبات صغيرة مش كتير. خلاص يا بنات. وقلبنا تقليبة زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب فيها كتير كده. وبعد كده هنحط بقى الجزر بتاعنا، ونحط الطماطم، وهنحط الفلفل، وهنديها تقليبة، وهنسيبهم مع بعض كده من 3 ل 4 دقايق. وبعد كده يا بنات هنبدأ نعمل صينية الجلاش بتاعتنا. الطريقة دي هتعجبكم قوي. الخطوات دي مهمة وحلوة، هتبقى خفيفة. صدقوني هتعجبكم. جربوها، انا عايزاكم تجربوها. نزلنا بقى